السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا بخير. الفترة اللي فاتت بس بفكر نفسي وافكركم ان اخواتنا في فلسطين وفي غزة في اشد الحاجة للتبرعات وللدعاء وللدعم. انا حاسس ان احنا نسينا شوية وحاسس ان الدنيا ريحت شوية، فانا بتكلم عن نفسي كمان. والله انا حاسس ان انا كمان ريحت شوية، فيا ريت اللي كان بيعمل حاجة ما يقطعهاش، اللي كان بيدعي يدعي، واللي كان بيتبرع يتبرع، واللي كان بيعمل اي حاجة يعملها ما ينساش، واللي كان مقاطع يفضل مقاطع. محدش ينسى يا جماعة، الموضوع ما خلص. هم دلوقتي يعني الوضع عليهم اصعب من الاول، هم سايبينهم بقى للجو اللي احنا عايشين فيه ده. عيال صغيره بتروح وناس كبيره بتروح عشان خاطر مطره وعشان خاطر تلج وعشان خاطر دنيا صعبه جدا. فان شاء الله ربنا يهونها عليهم وعلينا، ونفتكرهم دايما بكل خير ان شاء الله. دايما بيجي لي اسئله من الشباب اللي حابب يشتغل في العقارات. ده سؤال متكرر بشكل يومي تقريبا، اذا ما كانش مرتين ثلاثه في اليوم يعني. نعمل ايه، نسوي ايه، طب انا عايز اشتغل معاك، طب انا عايز اتعلم، طب نعمل ايه. انا بس عايز ابدا كلامي معاكم ان كل شغلانه وليها متطلبات. يعني لازم يكون عندي شيء من يعني عايز بس اكون منقي كلام عشان خاطر محدش يزعل. هي الموضوع كله متطلبات. هل انا متوفر في الحاجات اللي احنا الشغلانه عايزاها؟ مش احنا طبعا، الشغلانه عايزه الكلام ده ولا لا، يعني موجود يعني ولا لا. ربنا خلق الناس كلها بتشتغل في حاجات مختلفة كطبقات، حتى تخصصات، الكلام ده كله ربنا اللي خلقه بالشكل ده. فمش معنى ان انت مش موجودة الحاجات دي عندك يبقى انت عندك مشكلة، لا خالص، الموضوع مش كده خالص. يعني في حاجات انا عن نفسي ما اقدرش اشتغل فيها، صعبة جدا عليا ك كمستوى وكبيعة يعني في حاجات ما اقدرش اقوم ناحيتها في العقارات، مش بتاعتي خالص، ما اقدرش اقوم ناحيتها. وفي حاجات تحت خالص مش بتاعتي، ما اعرفش اعمل فيها حاجه. الحته بتاعتي دي اللي انا مذاكرها وعارف اعمل فيها ايه، وان شاء الله يعني اكون قادر اعمل فيها اللي حضراتكم طالبينه مني. فايه السؤال في الاخر؟ يعني المتطلبات اللي هم ممكن كشركه يطلبوها منك. فانا هقسم الموضوع كذا حاجه. كشركه اللي هو مطور، اللي هو الديفلوبر، يعني اللي عايز منك ايه، وشركه التسويق عايزه منك ايه، وممكن كمان الراجل اللي بيشتغل حر ممكن يبقى عايز منه ايه، على حد معرفتي. على حد معرفتي، مش في المطلق يعني. طيب خلينا نتكلم الاول في المطورين هم برضه هتكلم على المطورين اللي انا اعرفهم، اللي هم المطورين اللي هم الكلاس ايه، اللي هم يعني فئه اولى وفئه ثانيه. خلينا نتكلم كده بالعربي عشان يبقى الناس كلها واضحه للموضوع. الفئه الاولى والفئه الثانيه تقريبا هيبقى المتطلبات او اللي هم عايزينه من الشاب او الشابه اللي عايزين يشتغلوا، مبدئيا هيكون خريج جامعه. ده اول حاجه في الحياه ما فيهاش فيها فصال، دي هيبقى خريج جامعه. وبعض الناس هتطلب جامعه دوليه او جامعه تكون يعني جامعه دوليه، ده اللي نقدر نتكلم فيه، او جامعه خاصه تكون ليها يعني شكل معين هم طالبينه، مش حاجه حتى حكوميه. يعني معهد مش هينفع بنسبه كبيره، اكاديميه خاصه ممكن تبقى برضو بنسبه كبيره مش تنفع. طيب هيطلبوا من حضرتك يكون عندك عربيه بنسبه 99%، يكون معاك عربيه 99%، يكون معاك عربيه. طيب هيبداوا يسالوا على علاقاتك، مدرستك، النادي اللي انت مشترك فيه، دايره علاقاتك اللي عامله ازاي، اشتغلت فين قبل كده، عشان هم عايزين واحد جاهز ينزل يشوط على طول، مش هينزل يسخن. يعني عايزين واحد جاهز بيبقى عارف يعمل ايه، بايع بيعه بكل التوليفه اللي قلنا عليها دي جاهزه. ده بالنسبه للمطورين. حلو كده. مش هيتنازل عن الحاجات دي، ممكن يتنازل عن خبره، ممكن يتنازل انما الجامعه، المؤهل العالي والعربيه بنسبه 90% ما فيهمش تنازل. يعني بنسبه 90% ما فيهمش تنازل، لان العربيه دي الناس بتتحرك بيها على طول، ما فيش كلام يعني. وبرضه هيسالك شويه اسئله كده يعرف انت واصل لحد فين في الدنيا، يعني ساكن فين، بتعمل ايه، لان الكلام ده كله هيخليه يقدر ياخد انطباع انت علاقاتك رايحه فين. حلو كده. طيب دي حاجه. وطبعا مش هيجيب لي واحد شاب صغير عنده 17 سنه اللي يشغلني، ده كلام بالنسبه لي انا كاحمد منتهي، وهم مش شغالوا حد مش متخرج، ده كلام منتهي. نيجي لشركات التسويق اللي هي البروكرج، التسويق ممكن يقبلك من غير عربيه، وممكن يقبلك بمعهد او اكاديميه، مفيش مشكله خالص. وهيبقى عنده ممكن تحفظ على بعض الحاجات اذا كانت في السكن ولا حاجه، وممكن ما يتحفظش حسب الشركه اللي هي بتشتغل مع عملاء شكلهم عامل ازاي. العميل في الاخر هو اللي بيحدد الشاب ده
محتاج يتكلم ازاي، متعلم ازاي، راكب ايه، شكله ايه، مظهره عامل ازاي. ده فئة العميل بتحدد بشكل كبير جدا المتطلبات بتاعة الشاب، او خلينا نتكلم بالعربي، يعني الحاجات اللي مطلوب تكون موجودة في الشاب ده علشان يشتغل في شركة العقارات. طيب انا بشتغل حر بقى، في ناس بقى بتشتغل بتأجر حاجة، بتعمل حاجة بسيطة في المنطقة اللي هي فيها عارفاها، في ناس بتكلمني من قرى. الحاجات دي هتبقى اسهل لك تشتغل في الحتة اللي انت ساكن فيها. لما يكلمني ناس مثلا من الصعيد عندنا، مثلا في ناحية بلدنا، الاقي مثلا انت ما عندكش فكرة عن القاهرة اصلا، ما عندكش فكرة عن القاهرة ولا عن الساحل ولا عن السخنة، وعايز تيجي تشتغل هنا، هتبقى مشكلة، هتبقى مشكلة. فلو انت عايز تشتغل حر، احسن حاجة ممكن تعملها تشتغل في المنطقة اللي انت عايش فيها. اتمنى يكون الكلام بتاعي واضح من غير ما اكون اذيت حد. انا بقول لحضرتك ربنا خالق الناس كده، محدش يزعل. لازم لو انت عايز تشتغل وما فيكش حاجه من الحاجات دي، لازم تطور من نفسك وتشتغل على نفسك، مفيش فيها كلام. لازم تروح للناس دي بتلمع كده، بتبرق، ان دنيتك واضحه، شكلك بايع نفسك، اللغه بتاعتك حلوه جدا. طبعا لازم، نسيت اقول لكم، اللغه في المطورين بنسبه 99% على الاقل تكون كويسه. يعني على الاقل تكون قادر تتكلم وتفهم، مش شرط تتكلم بطلاقه، بس على الاقل تفهم مصطلحات، لان العقار كله مصطلحات بلغه انجليزي يعني. ودي حاجه للاسف، الكلام كله مكتوب بالانجليزي، البروشورات كلها بالانجليزي. يعني لازم اللغه برضو شيء مهم جدا جدا جدا، اذا كانت في بروكر او يعني اذا كنت تشتغل بروكر او تشتغل في مطور. الحاجات دي اذا ما كانتش موجوده لازم تشتغل عليها من غير فصال، من غير فصال. لو مش هتعرف، صدقني حاول ما تحرجش نفسك. لو انت مش عايز تشتغل على نفسك والحاجات دي مش موجوده فيك، ما تحرجش نفسك. فاتمنى من ربنا ما اكونش متقل على حضراتكم، واكون وضحت لكم الكام سؤال اللي اصحابنا واخواتنا بيسالوا عليه. وطبعا انا بسيب التليفون بتاعي موجود دايما في اخر الفيديوهات، عشان لو حد حب يستفسر عن حاجه، انا طبعا اتشرف اكون في خدمتكم ان شاء الله. وما تنسوش اخواتكم في فلسطين، وان شاء الله دايما نكون نتقابل على خير وفي كل ظروف كويسه ان شاء الله، ويحقق لكل واحد عايز يعمله حاجه ونجاحات ان شاء الله لكل واحد فيكم باذن الله. اشوفكم على خير.